قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائزين بشخصية العام شهر فبراير 2013. أعزائي موظفي فندق شيراتون القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الجمعة الموافق 6/10/2015 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث مع السيد الأستاذ الفائز بشخصية عام 2013 فبراير 2013، والسيد الأستاذ وسيم جبريال أبو الدهب ويعمل بقسم الكازينو، والسيد الأستاذ سامح أحمد عبد الرازق ويعمل بقسم الأبراج، والسيد الأستاذ شحاتة كمال عبد المولى ويعمل بقسم النادي الصحي بفندق شيراتون القاهرة. وقد تبوأ كل منهما المركز الأول على مستوى المسابقة شهر فبراير 2013. بداية دعوني أرحب بحضراتكم وأهنئكم بثقة زملائكم ولجنة التحكيم الموقرة بكم ومنحكم هذا الشرف. السؤال الأول الأستاذ وسيم، ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ولرئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ وكلمة توجهها لإدارة فندق شيراتون القاهرة. أنا بالأصالة عن نفسي بشكر مجلة قلب الحدث اللي منحت لنا الفرصة النهاردة إن إحنا نجتمع بمجلة قلب الحدث، وعلى رأسها رئيس المجلة ومديرها الأستاذ كامل هابيل. وطبعا بشكر كل الإخوة الزملاء اللي ادونا أصواتهم في إن هم نتكرم هذا التكريم. كلمة توجهها لإدارة فندق شيراتون القاهرة. بشكر الإدارة طبعا برضو إنها رغم مجهوداتها القوية اللي بتبقى للفندق، بتمنى منهم برضو ان هم يعملوا جاهدا لصالح الموظف، وان هو يعني يبقى مبسوط في مجال عمله اللي فنى فيه عمره وحياته كلها في المكان ده. أستاذ سامح، أيضا دعني أهنئك وأوجه سيادتك سؤال. كلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ورئاسة تحريرها وما تقييمك لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر بالأخص زميلي وأستاذي الأستاذ كامل هابيل، وأتمنى له التوفيق على مدى حياته في الفندق، وبصفة خاصة أتمنى أن تزول أي خلافات ما بينه وبين النقابة، لأن احنا في الأول وفي الآخر إخوات. شكرا. كلمة توجهها يا أستاذ شحاتة. الأول دعني أهنئك الأول بفوزك بشخصية فبراير 2013، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية ودورها التنويري والإعلامي، ماذا تقول لها ورئاسة تحريرها؟ أنا بشكر مجلة قلب الحدث على ما تقدمه للموظفين من تشجيع ومن مكافآت ومن فتح حياة جديدة ليهم، ونتمنى من قلب الحدث ان هو دوام التوفيق لكل الموظفين. نتمنى من قلب الحدث انها تدوم في تكريم مزيد من العطاء للموظفين، وشكرا. أستاذ وسيم، كلمة توجهها للجنة التحكيم الموقرة والتي أنجزت مهمتها بكل حيادية وشفافية ونزاهة، والتي كانت مكونة من السيد الأستاذ صالح محمد صالح قسم موارد بشرية، السيد الأستاذ جمال الدين بدر الدين قسم مكاتب الأمين وعقد النزلاء، السيد الأستاذ إلهام عبد العزيز قسم الإعادة الطبية، السيد الأستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، السيد الأستاذ عاطف محمد متولي حديقة الشاي، السيد الأستاذ نور الدين سعد قسم الهندسة، السيد الأستاذ طارق شعبان قسم النادي الصحي، السيد الأستاذ محمود عبد الله قسم الإشراف الداخلي، السيد الأستاذ منصور محمد قسم كافتيريا العاملين، السيد الأستاذ أشرف نعيمي فنان، السيد الأستاذ سعد عبد الحميد قسم الأبراج، السيد الأستاذ محمود عز قسم الموارد البشرية، السيد الأستاذ عبد العال حسين قسم الحسابات، السيد الأستاذ حسين عيد قسم الأمن الصناعي، السيد الأستاذ رضا حلمي قسم المطبخ، السيد الأستاذ إسماعيل عنبر عضو نقابة قسم المغسلة، السيد الأستاذ بلال شعبان قسم الهندسة، السيد الأستاذ علاء محمد ذكري إدارة تغذية المشروبات، السيد الأستاذ سيد حامد قسم اللين الترزي، السيد الأستاذة صباح أحمد علي قسم الكازينو، السيد الأستاذ أشرف أديب قسم الكازينو، السيد الأستاذ محمد عبده قسم الأمن. كلمة توجهها لجنة حكم اللي شرفت باختيار سيادتك. أنا بشكرهم جميعا على الثقة الغالية اللي ادوها لنا النهارده، وشكرا، ودايما في دوام من الثقة والمحبة بين الإخوة جميعا. شكرا. كلمة يا أستاذ سامح توجهها لجنة حكم اللي هي شرفت باختيار سيادتك. بشكرهم على الثقة اللي احنا ادونا إياها، واحنا في مزيد من التقدم والمحبة مع بعض. كلمة يا أستاذ شحاتة توجهها لجنة حكم اللي هي شرفت باختيار سيادتك. نشكر اللجنة اللي وثقت فينا وادتنا المركز الأول، وشكرا جزيلا لكل من ساهم وادانا هذا التقدير العظيم، وشكرا للجنة. أستاذ وسيم، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ أهدي الأول الجائزة دي لزوجتي طبعا المحبوبة، وأهدي برضو الجائزة دي لجميع الزملاء والأحباب
اللي في الشيراتون اللي انا بنتمي اليهم وماذا جميعا. تعني لك رغم بساطتها؟ لا، حاجة جميلة جدا، ده كفاية ان هي الناس افتكرتنا من رغم انها حاجة بسيطة لكنها حاجة غالية جدا عندي. استاذ سامح، لمن تهدي الجائزة وماذا تمثل وتعني لك رغم بساطتها؟ هذه الجائزة لروح أمي الله يرحمها، والجائزة مش بقيمتها، المهم الناس افتكرتنا وقدرتنا. استاذ شحاتة، لمن تهدي الجائزة وماذا تعني لك وتمثل رغم بساطتها؟ نود الجائزة لروح المرحوم أبوي الله يرحمه، وبرغم بساطتها أنا بشكر كل الناس اللي قدرتنا، والتقدير مش بثمن الحاجة، التقدير شيء عظيم حتى لو كان أبسط شيء. أستاذ وسيم، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. اتمنى ان العام اللي جاي ان شاء الله يبقى عام مثمر بالنسبة لجميع موظفي شيراتون القاهرة. اما بخصوص عائلتي فهي عائلة صغيرة جدا. عندي زوجتي وهي تعمل موجهة لغة فرنسية، وعندي اخين كبير بوفيق وبيشتغل في فندق ماريوت، والاصغر منه وجيه وده بيشتغل مهندس ادوات طبية. ما عندكش ولاد؟ لا يا فندم. ربنا يعوض عليك. أستاذ سامح، أستاذ سامح، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. تمنياتي للعام الحالي ان ربنا يكرمنا ونفتح الفندق، لان كل الموظفين تعبت جدا، مش من الناحيه الماديه، من الناحيه النفسيه. اما اسرتي مكونه من 4 افراد: زوجتي، بنتي في المرحله الثانويه، ابني في المرحله الثانويه، الكبيره شيماء، الوسطاني احمد، الصغار محمد. شيماء في المرحله الثانويه هي واحمد، ومحمد في المرحله الابتدائيه. شكرا. أستاذ شحاتة، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن أسرتك وأولادك ودراستهم وعملهم إن كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. تمنياتي للعام الحالي ان شاء الله باذن الله نفتح قريب. تمنياتي ان ازدهار الاقتصاد في مصر. اما عن اسرتي فانا عندي الحمد لله كمال وطارق وآية لسه لسه في الحضانة. لسه بيدرس الثلاثة بيدرسوا في الحضانة لسه. ربنا يخلي. أستاذ وسيم، علق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية: من غضب منك 3 مرات ولم يقل فيك شرا اختاره صاحب، فالغضب يفضح طينة الشخص. صح ولا خطأ؟ صح. لا تحلل كل شيء، لا تفسر كل شيء، لا تدقق في كل شيء، تصبح مغفل. غلط. الناجحون يبحثون دائما عن الفرص لمساعدة الآخرين، بينما غيرهم يسأل أولا: ما الذي سأستفيده من تقديم يد المساعدة؟ صح. أستاذ شحاتة، علق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية: 2 لا تحرص على البقاء معهما، الذي لا يفهمك والذي لا يقدرك. الذي لا يقدره ولا صح أم خطأ؟ صح. من الناس من إذا رفعته عن قدره قل قدرك عنده، وإذا أعطيته قدره ارتفع قدرك عنده. صح. لا تجادل شخصا يهتم بك، لأنه يوما ما سوف تدرك انك خسرت الألماس وأنت مشغول بتجميع الحجارة. مظبوط. أستاذ سامح، علق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية: يتكلم عنك الناس في 3 حالات: عندما لا يملكون ما تملك، وعندما يعجزون أن يكونوا مثلك، وعندما لا يستطيعوا الوصول إليك. صح. لا حاجة لي بصديق يتغير عندما أتغير، ويهز رأسه عندما أهز رأسي، ظلي يفعل ذلك بشكل أفضل. خطأ. عندما ترى عيبا اخبرني به ولا تخبر غيري، فإن المعنى بتغيره، في الأولى نصيحة ولها أجر، في الآخرة غيبة ووزر. صح. وفي نهاية الحوار
نتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شيراتون القاهرة العظيم إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظف الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين. وأؤكد لكم أن كل حقوقكم ومكتسباتكم محفوظة ومصانة، ولن يستطيع أحد أيا كان أن يتعرض لها بالسلب، بل أؤكد لحضراتكم جميعا أن مع الافتتاح للفندق ستحل كل الأمور المعلقة بالهدوء والعقل والتريث والاحترام، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة نقول في نهاية الحوار دايما نرددها: لا شيء أشجع من الحصان الأعمى. مع خالص تحياتي وتقديري كامل هابيل، رئيس تحرير قلب الحدث الإعلامية.